بيبدأ فيلمنا في 2008 عصابات كتير بتهرب من الشرطة برا كوريا وبتروح لفيتنام وبتلاقيها بلد مناسبة علشان تقوم بأعمالها الإجرامية على السياح والتجار ورجال الأعمال الكوريين هناك، وبتحصل جرائم كتير وقصة فيلمنا النهاردة واحدة منهم. تعالوا بينا نشوف هي إيه. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يجيلكم كل جديد بنقدمه. بيبدأ فيلمنا النهاردة باتنين واقفين في الصحراء، هون وهو سمسار، وبيقنع يونج وهو ابن رجل أعمال غني إنه يبني المنتجع اللي عاوزه هنا، وطبعا المكان صحراء خالص، فبيستغربوا وبيسألوه ليه محدش باني هنا قبلي. وهم واقفين بتوصل عربية وبيقولوا له ده دو صاحب مصانع عربيات ونفسه يتعرف عليك. ولما بيروح يونج يشوفه وبيركب العربية بيبتدي يضربه ويقول له عرفت إنك غني جدا ودلوقتي أنت تعتبر مخطوف. وبعدها بنلاقي واحد سكران مهدد بنت بالسكينة والشرطة مش عارفة تخلصها منه. بيوصل الضابط سك وبيدخل المكان اللي حاجز فيه البنت من وراه وبيعرف يخلصها وبيقبض على البلطجي والناس كلها بتسقف له. لكن الحظ بقى وهو ماسك السكينة من البلطجي بيقول للصحافة ما تصورش، بيلاقي اللي مصوره منزل مقالة إن الشرطة بتستخدم العنف الشديد وهي بتشتغل ولازم يتحاكموا. بيجي سك لصاحبه المكتب وبيوري له المقالة وبيقولوا له لازم تمسك السكينة يعني. بيقول لهم ما تقلقوش محطوط شريطة سودا على عيني محدش هيعرفني. بيضحكوا ويقولوا له لازم يحطوا شرايط سودا على جسمك كله، انت مش شايف حجمك ولا ايه؟ وبيدخل رئيسهم جيو ويقول له شايفك مبسوط وانت صورتك على كل الجرايد، واداله ملف وقال له انت جاتلك مهمة في فيتنام، في مجرم اسمه هون، مجرم هارب في فيتنام والنهارده سلم نفسه هناك وانت مهمتك تروح تستلمه وتجيبه. صحابه في المكتب يقولوا له خدنا معاك نتفسح شوية وناخد اجازة، فبيزعق فيهم جيو محدش منكم هيروح، معقول مهمة صعبة زي دي ابعتكم انتم معاه؟ انا اللي رايح. سوك بيقول له ما ينفعش تيجي انت معايا، انا محتاج حد بيتكلم انجليزي. وبيركبوا الطياره واول ما بيوصلوا بيتفتشوا في المطار ويتبهدلوا وبيلوموا سوك ساعتها ويقول له قلت لي انك بتعرف انجليزي وطلعت مش عارف حاجه في الانجليزي خالص. وبيحاول يقول للضابط الفيتنامي انه شرطه هم كمان ولازم يمشوا دلوقتي، لكن محدش بيسمعهم ولا بيهتم. وبيروحوا يقعدوا في مكان يستنوا حد من السفاره الكوريه يجي يطلعهم من المطار. وبيجي لهم موظف السفاره بارك وجيو بسرعه بيقول له انا معايا ضابط ما بيعرفش انجليزي خالص علشان كده اتبهدلنا. وبياخدهم ياكلهم في مطعم شعبي وهم بياكلوا وبيشربوا بيتفاجئ سك ان على الترابيزه اللي جنبهم قاعده عصابه كبيره كوريه هو يعرفهم. بيرد عليهم جيو العصابه الكوريه موجوده هنا بكثره. وبارك بيقول له انه اتفتح محلات كوريه كتير هنا والعصابات بقت بتتجمع عندهم ومن ساعتها البلطجه بقت في كل مكان. سوك بيفضل يبص عليهم لحد ما واحد من العصابة بيتعرف عليه انه شرطي كوري وبيلم كل المخدرات اللي قدامهم والفلوس. وسوك متضايق انهم قاعدين بالحاجات دي كده عادي وهم بيقوموا بيحاول يقوم يقبض عليهم، لكن جيو بيمسكه ويقول له احنا مش في كوريا، احنا لازم نرتاح ونسيبهم يمشوا. وفجأة بيطلع لهم غاز بيوزع عليهم اعلان عن منتج، ولما بيبص في وشهم بيعرفهم وهم بيتعرفوا عليه انه مجرم كوري. بيقعد معاهم وبيقول لهم حبيت اخرج من كوريا واشوف مستقبلي. وبيسألهم انتوا جايين هنا تقبضوا على مجرم ولا ايه؟ بيرد سوكو بيقول له لا احنا في اجازة، ولكنه بيحذرهم ان العصابات معاهم اسلحة ومفيش سلطة هنا للشرطة الكورية. وتاني يوم بيروحوا السفارة يستلموا المجرم بيلاقوا مفقودين كتير وصورهم متعلقة. ولما سألوا بارك بيقول لهم انه بيدخل البلد للسياحة حوالي 30 ألف سايح كل سنة وبنفقد منهم عدد كبير. وبيقول لهم انه لأول مرة مجرم يسلم نفسه للقنصلية. ولما بيسألوه طيب ليه هو عمل كده فبيقول لهم انه ضميره أنبه. بيضحكوا باستهزاء وبعدها بيدخلوا يحققوا معاه ويشوفوا ليه سلم نفسه. ولما بيدخلوا يسألوه هو بيرد ببرود ويقول لهم ضميري صحي وعايز اتحاكم في بلدي. بعدها بيغطوا كاميرا المكان وبيضربوه ضرب جامد، فبيقول لهم انه دو هددني بالقتل وانا خايف منه. وبيعرفوا مين دو وبيخرجوا علشان يقبضوا عليه. وجيو بيعترض انهم يقبضوا عليه لوحدهم، ولكن سوك بيقول له هناخد ترقية كبيرة بدل ما نرجع بمتهم هنرجع باتنين. بيروحوا يسألوا بارك عن مكان دو ولكنهم بيعرفوا انه ساكن في مكان خطير. وبيروحوا المكان وبيلاقوا دو مقتول وبيتصلوا بالقنصلية يبلغوهم بالجريمة. وبيرجعوا لهون تاني ويحققوا معاه لكنه بيسكت وما بيردش عليهم. وسوك بيمسك نفسه انه يقتله فبيقول له خلاص احنا هنخليك تمشي ده احسن حل، لكنه بيخاف ويقول لا انا سلمت نفسي علشان خايف هنا امان بالنسبة لي. وبيرفض هون انه يمشي وبيشتم سوك ويستفزه اكتر. راح شايله قال له تمام يلا بينا على كوريا وانا هعرف اتصرف معاك. بيرفض ويقول له خلاص نزلني وانا
وبيعترف بكل حاجة. وأول ما بينزله بيقول له إحنا خطفنا ابن رجل أعمال غني جدا اسمه يونج، وكان رئيسنا في العملية دي واحد اسمه سانج، وكان يونج غني جدا وبيصرف بالهبل، وبعد ما خطفناه اتخانقنا على الفلوس، واحنا بنتخانق فتح الباب وهرب، وجرينا وراه مسافة كبيرة في الحقل، ولما مسكناه قال لنا لو سبتوني كل واحد فيكم هياخد 100,000 دولار مني، وأنا معايا في الفندق 200,000 دولار وسبايك ذهب كمان، وقال لنا على الرقم السري بتاع الخزنة. وفجأة واحنا بنتكلم بيوصل سانج وبيضربه ضربة قوية بالسكينة وبيقتله. ولما واحد مننا زعق فيه وقال له ضيعت علينا الفلوس والذهب، قام المساعد بتاعه قتله، وبعدها خلانا نحفر قبرين عشان ندفن الجثتين. وقتها راح مساعد الفندق وجاب الفلوس والذهب، وقبل ما الجثث تدفن قطع ايد يونج وصورها مع جواز سفره، وبعت رسالة للسيد شوي ابوه وطلب $500,000 عشان يديله ابنه. وبعد يومين جات له الفلوس، وانا ودو هربنا لانه تحول للشيطان بعد ما شاف الفلوس الكتير دي. ومن بعدها وانا حاسس ان في حد بيراقبني، وعلشان كده جيت اسلم نفسي وارجع كوريا، وكويس اني عملت كده اهو دو اتقتل. سوك بعدها بياخد منه العنوان اللي دفنوا فيه الجثث عشان يروح يتحقق، ولكن بارك بيقول له لازم نسلم القضيه للشرطه الفيتناميه لانك هنا مالكش سلطه. وبيروحوا اسم الشرطه، ولكنهم قالوا بعد شهرين نطلع اذن بالقبض عليه. وبيتصل سوك بزمايله في كوريا بيطلب منهم يدوروا في كشف المجرمين عن واحد اسمه سانج، وكمان يتحققوا من اختفاء واحد اسمه يونج. وبيروحوا مكان الدفن ويتاكدوا من وجود الجثث، وبيلاقوا 4، فبيتصلوا بالشرطه وبتيجي تحقق. وبعدها بيتصل سوك بغاز المجرم اللي تاب ويساله عن سانج، فبيقول له انت كمان بتدور عليه، وبيعرف منه انه في بلطجي كوري اسمه راكو كان بيدور عليه برضه من 3 ايام تقريبا. وطبعا الشرطه ما سكتتش، بدل ما تشكرهم هددتهم انهم لو ما سكتوش هيترحلوا. وبعدها سوك بيبلغ رئيسه لو لقيناه ودخلنا القنصليه هيبقى سهل ناخده معانا. بعدها بنلاقي العصابه اللي مأجرة شوي عشان تقتل سانج بتقف قدام بيته، وبيقف واحد من رجاله راكو يدلهم على بيته، وبيدخلوا ياخدوا كل الفلوس وهو مش موجود. وبيروح سوك لمكان راكو وبيطلب من رجالته يبلغوه انه عاوز يقابله، ولكن بيقولوا له اهرب بجلدك احسن الدم هيبقى للركب. وبتقوم خناقه كبيره، وسوك بيضربهم ضرب شديد لدرجه اول 2 بيضربهم الباقي بيخاف وبيبعد، ولكن بيرجعوا يضربوه وهو بيقدر عليهم كلهم. بيخرج راكو من مكانه وهو بيشتم في الشرطه الكوريه، ويقابله سوك ويضربه برضه. وساله ليه بتدور على سانج، قال له معرفش السبب، بس في حد اداني فلوس عشان اعرف مكانه. وبيحاول يهرب اللي دل العصابه على مكان سانج وبيمسكه. وبيرجع سوك يكلم زمايله في كوريا يشوف عملوا ايه، فبيعرف ان مفيش بلاغ عن اختفاء يونج، وبيساله عن عيلته، وبيعرف ان ابوه رجل اعمال غني جدا وعنده شركه ماليه كبيره، وانه بيدي قروض للشركات بالربا. بيستغرب سوك وبيقول لزميله كمل بحث واعرف ليه ما بلغش عن فقدان ابنه. وبعد ما بيقفل بيبلغ جيو ان الاب اجر مرتزقه عشان يقتلوا قاتل ابنه. وبيوصل سانج لبيته وبيعرف من قبل ما يدخل ان في حد في بيته وان في فخ منصوب له، وبيجهز خطه هو والمساعد بتاعه علشان يهاجموا اللي جوه. بيدخل هو من الباب الامامي وبيدخل الحمام، وبعدها بيدخل واحد وراه وبيقتله، وبيستدرجهم وبيدخل مساعده من وراه وبيعملوا عليهم كماشه وبيضربوا ويقتلوا فيهم، وبيضربهم كلهم بالاسلحه من غير رحمه. ولما بيلاقيش فلوسه بيرجع لواحد منهم لسه عايش علشان يسال مين اللي بعتهم وفين فلوسه. وفي الاخر بيعرف ان تشوي رجل الاعمال، وبيتصل سانج وبيبلغ تشوي انه غلط في اللي عمله وانه لازم يرجع له فلوسه والا هيضطر يرجع لكوريا، ولكنه بيرفض ويقول له فاكرني هسيب حق ابني، وبيقفل في وشه السكه. وبيوصل جيو سوك لبيت سانج وبيلاقوا الباب مفتوح والجثث على الارض والريحه بشعه، وبيدوروا بيلاقوا جواز سفر يونج. وفجاه الباب بيتفتح وبيدخل سانج وبيضرب جيو بالسكين، وبتبدا خناقه عنيفه بينه هو ومساعده وبين سوك، وبيقدر يسد على الاتنين لوحده. ولما بيضرب مساعد سانج ضربه قويه بيقع على الارض، وبيروح لسانج وهو بيضربه وبيفوق مساعده، ووقتها بيسيبه يتضرب ويهرب هو بسرعه. وبيوصل سوك رئيسه للمستشفى وبيتصل بزمايله في كوريا عشان يعرف اي جديد عن سانج، وبيعرف ان المخابرات قالت ان اسلوبه في جرايمه هو خطف الرهينه وطلب فديه، لكن ولا مره رجع ضحيته بعد ما بياخد الفلوس بيتخلص منها على طول. وبيدخل عليهم موظف القنصليه وبيبلغهم انهم هيترحلوا لكوريا، وده طلب السلطات الفيتناميه. سوك بيروح لمساعد سانج في نفس المستشفى ويقول له هعمل معاك اتفاق، قول لي فين ممكن الاقي سانج واوعدك هرحلك معايا لبلدك تتحاكم فيها احسن من هنا. وبيعرف منه انه في كوريا عشان يقابل شوي. وبيرجع سوك ورئيسه لكوريا، واول ما بيوصل بيروح لزعيم عصابه تهريب قديم يعرفه اسمه ايسو وهو كوري صيني، وبيساله عن سانج، ولما بيرفض يرد بيضربه ويخليه يعرف هو فين. وبيعمل اتصالات وبيقول له انه كان على سفينه تهريب كبيره ووصلت كوريا النهارده. وبيروح سوك لزمايله عشان يراجعوا كاميرات المراقبه في المينا لحد ما بيشوف سانج، وبيعرف تشوي رجل الاعمال من المينا ان سانج
سانج وصل لكوريا فبيطلب من رجالته يزودوا الحراسة من الخارج ويدفعوا لهم مبالغ كبيرة، وبيروح سوك لمراسم دفن يونج وبتقابله أمه وبتشكره إن هو رجع جثة ابنها، وبيعرف إنهم لقوا عربية سانج وبيروح يفتشها، ولما بيوصل زميله بيقول له إنه مسح كل حاجة قبل ما يسيب العربية، وبنلاقي شوي بيسيب عزا ابنه وينزل للجراج يشوف اللي مأجرهم عشان يقتلوا سانج، لكنه بيتفاجئ إنه معاه في الأسانسير وإنه عمل نفسه واحد من حراسه، وبيقوم خناق شديد بينه وبين حارس شوي الضخم، لكنه بيقضي عليه وبيبقى هو وتشوي لوحدهم في الأسانسير وبيطلب منه فلوسه، والاتنين اللي معاه تحت بيخلصوا على الحراس اللي كانوا مستنيين شوي، وبيشوف زميل سوك في كاميرا المراقبة إن سانج خطف شوي وبيبلغ وبيجري بسرعة يحاول ينقذه لكنه ما بيلحقش، وبعدها بنشوف مرات شوي وهي رايحة ومعاها فيديو لتعذيب زوجها وبتديه للشرطة عشان يحققوا فيه، وبتعرض عليهم تساعدهم لو هم شايفين لها دور، بيوافقوا يقولوا لها لما يتصل بيكي طولي في المكالمة وحاولي تكوني هادية عشان نقدر نتبعه، وهي موجودة عندهم بيجي لها اتصال من سانج بيطلب منها الفلوس وإنه هيبعت لها رقم حسابه عشان تحول عليه الفلوس، لكنها بتفاجئهم كلهم وتقول له إنه غبي وإنهم دفعوا الفلوس عشان ابنها، وبعدها قتلته وأنا مش هكرر الغلطة تاني، فلو عاوز تقتله أنا مش هعترض، بالعكس أنا اللي هاخد الثروة كلها، لكن لو قابلتني بزوجي ساعتها أضمن حياته وأنت تاخد فلوسك. وبالفعل سانج بيقول لها إنها مفاوضة شاطرة، قال لها إنه موافق وإنها تحضر 2 مليون دولار وتقابله في العنوان اللي قال لها عليه، وكمان بيحذرها إنه لو عرف إن معاها جهاز تعقب ولا معاها حد هيقتل زوجها وهيدور عليها يقتلها، وسوكو بيطلب منها تقول له إنها لازم يكون معاها سواق وبتقول له وبيوافق. بعدها بيتفق سانج مع قبطان فاسد اسمه أبو عين واحدة إنه يهرب معاه على سفينة للصين، وتاني يوم بنلاقي زوجة شوي مجهزة الفلوس والسواق اللي سوكي جابه ويسوق لها هو إيسو، وهما في الطريق بيتصل سانج بيقول لها ارجعي لوار غيرت المكان، وفي خلال الفترة دي بيروح زميل لسوك المكان اللي هيتقابلوا فيه وبيلاقي شوي وهو بيحاول ينقذه، بيجي سانج يضربه بالسكينة كذا مرة والشرطة بتيجي وبيركب العربية وبيعرف يهرب منهم، لكنهم بيعرفوا ينقذوا تشوي، ويبلغ سوك زوجة شوي انهم عرفوا يخلصوا زوجها ولكن في حد وراها من العصابة ولازم تحاول تهرب منه، وبيدخلوا لجراج مول علشان يهربوا منهم، لكن العصابة وراهم والشرطة كمان دخلت وراهم. عربية العصابة بتخبط في عربية تانية وبيطلب إيسو من زوجة شوي انها تنزل وبيكمل هو معاهم مطاردة، وفعلا بيخبط بالعربية واحد وبيبص حواليه ما يلاقيش حد فبيهرب بالفلوس، لكن زميل سوك بيشوفه والمجرم بيفوق وبيحاول يقتل 2 من زمايل سوك لكن بيعرفوا يقبضوا عليه، والمجرم التاني جري ورا زوجة شوي بين الناس في المول التجاري، واول ما وصل لها وخنقها علشان عاوز الفلوس بيلحقها سوك وبيضربه ضرب شديد وبيقبض عليه، وبنرجع لإيسو اللي اخذ الفلوس وهرب وفرحان، وفجأة وهو ماشي بتيجي عربية تضربه جامد من وراه، ولما العربيتين بيقفوا بيعرف اللي ضربه هو سانج، وبينزل من العربية وبياخد الفلوس وبيجري وراه سانج لحد ما بيركب تاكسي وبيعرف يهرب منه، وسانج من غضبه قتل ضباط المرور اللي كانوا وراه، والاخبار بتنشر صور سانج وإيسو على التلفزيون، عشان كده بيكلم إيسو القبطان ابو عين واحدة عشان يهرب معاه للصين، لكنه بيرفض يقول له مفيش مكان، ولما بيقول له هدفع لك ضعف اي حد بيدفع لك بيقول له خلاص استنى عندك وهبعت لك واحد من عندي ياخدك، وبيوصل سانج للقبطان وبيهدده وبيعرف مكان إيسو، ولما بيروح له بتبدأ حرب بينهم مجرم لمجرم، واول ما سانج بيطلع سلاحه بيخاف إيسو وبيستسلم ويجري وبياخد سانج الفلوس وبيركب اتوبيس عام، وفجأة الاتوبيس بيقف وبيلاقي سوك هو اللي واقف بيفتش العربيات، واول ما بيطلع الاتوبيس بيلاقي سانج فبينزل كل الركاب وبيقفل الباب وبيبقوا هما الاتنين بس، وبيعرض سانج انه يقسم الفلوس بالنص، وسوك بيعترض وبيقول له اعترف انك خسرت، وبيبدأ الضرب بينهم، لكن سوك بيضرب ضرب شديد جدا بيعجز سانج لكنه بيقاوم ويقوم يضرب تاني، وبتفضل الضربات رايحة جاية لحد ما سوك بيضربه الضربة القاضية وبيطير خارج الاتوبيس، واول ما بيقرب منه بيضربه تاني لسه بيقاوم مش ممكن، ولكن سوك بيرفعه وبينزله بقوة فوق زجاج عربية، بعدها ما بيعرفش يتحرك، وبعد كده بنعرف ان سوك هو اللي قال لإيسو يعمل كل ده عشان يوقع سانج، وبعدها بيتم عقد اتفاقية بين كوريا وفيتنام لوجود عناصر شرطة في احياء الكوريين لحمايتهم ومنع انتشار الجرائم، وبيحتفل سوك وزمايله بانهم قبضوا على اكبر مجرم كوري. وهنا بتنتهي ملخصنا لفيلم اليوم، ونشوفكم في ملخص جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل ملخصاتنا الجاية ان شاء الله.